السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. وين ما راكم تبعوا في الفيديو نتاعنا نتاع اليوم. اليوم ان شاء الله حبيت ندير لكم بيتزا كاري. البيتزا التقليديه نتاعنا، البيتزا الاصليه اللي كامل نموتوا عليها. كانت حنا قدامنا بكري في وقتي انا كنا نشرو المرصو ب1000 فرانك، يعني 10 دينار. واش راح نقول لكم؟ هذه الوصفه طلبتها مني الاخت في التعليقات. نتمنى ان شاء الله تكوني تشوفي في الفيديو، راني درتها ان شاء الله على جالك وتجربيها، واكيد راح تحبيها وما راحش تستغني على الوصفه. الوصفه راهي سهله بنينه اقتصاديه وكالعاده ناجحه ان شاء الله. غير جربوها ورجعوا لي بالخبر. اول حاجه لهاد الوصفه واش راني راح نحتاج؟ راح نحتاج كاس تاع حليب يكون دافي، عندي مغرفه كبيره الخميره تاع المطلوع، وعندي مغرفه سكر، وحبه نتاع البيض. عادي بريس كيما العجينه تاع البيتزا كيما مالفين نديروها. برك ان شاء الله راح نعطيكم كامل الاسرار نتاعها باش تولي لنا بيتزا كاري، يعني ما راحش تجي طريه بزاف وما راحش المهم. اول حاجه درت الحليب الدافي نتاعي، ودرت مع حبه البيض كيما شفتوا اني كسرت الحبه نتاع البيض، واني زدت الخميره، وراح نزيد ثاني المغرفه تاع السكر. برك هذيك شويه تاع الخميره اللي في الطبسي نزيد نلحقها ما نخليهاش تروح هكذاك. خاصة إذا كنتو في فصل الشتاء، كي تكونوا في فصل الصيف تقدري تنقصي شوية الخميرة، يعني ديري مورفا مي ما تعمريهاش بزاف. أيا بعد ما درت هذوك المكونات راني راح نزيد الزيت. شوف، درت ربع كاس تاع الزيت، الكاس اللي كيلت به الحليب هو نفسه اللي رحت كيلت به الزيت، ودرت ربع كاس برك، يعني حوالي 6 ملاعق. يعني اللي تحب تكيل بالمغرفة ديري 6 مغارف، نكتفيو ب6 مغارف ان شاء الله. نخلط كامل المكونات مع بعضها، ومن بعد نبدا نزيد في الفارينه بيان سور، ونزيد رشه تاع ملح معاهم. هذا هو السر تاع البيتزا كاري نتاعي. بون اليوم ان شاء الله راني درتها لكم غير بالفارينه. المره الجايه ان شاء الله اذا حبيتوا نحط لكم الطريقه نتاعي بالدقيق ثاني، مالفه نديرها بالدقيق وتجي ثاني روعه. لكي فيها شويه تعب في الدقيق برك، مي دركا سلامه العجانات البيتخا. المهم راني زدت الفارينه شويه، وزدت شويه دقيق كيما عفوا زدت شويه نتاع الملح كيما شفتوا، وراني نلم فيها بالفارينه كيما قلت لكم. هذا هو السر نتاعها، لميها بالفارينه مليح راح تحصلي على عجينه تكون متماسكه، ماهيش كيما البيتزا اللي مالفين نديروها. البيتزا اللي مالفين نديروها ولا خبز دار، تقدري شغل نفس لاباط ولا زعما الهامبرغر ولا، مي راح تخليها شويه طريه، يعني لاباط نتاعك راح تخليها طريه. هنايا شوفوا كيفاش راهي قاسيه، كيف راهي يابسه. شوفوا راني نلم فيها، وفي نفس الوقت راني ننظم في الغيسيبيون اللي عجنت فيه، يعني القصعه نتاعي ما نحبش نخليها برك مطاشيه. وراني نحاول ندلك غير شويه، ما تستاهلش بزاف دليك باسكو راهي فارينه، مي كون جات بالدقيق اكيد راح ندلكو نتعبو المهم ها هي حتى كي لميتها، هاي لاباط نتاعي قدامكم كيفاش راهي شاده روحها. شوفوا ما راحش تجينا كيما المطلوع، راني ناكد ونعاود هذا هو السر نتاع البيتزا كاري. يبسيها قد ما تقدري ونغطيها ونخليها تخمر. نروحو دركا حبوباتي الغاليات مع بعضنا نحضروا لاصوص طوماط. اول حاجه واش عندي مقله درت فيها كميه نتاع زيت، كميه يعني 2 مغارف 3 تاع زيت المائده عادي. تقدري ديري زيت زيتون اذا كنتي من محبين زيت زيتون طبعا، يعني اكيد راح يكون احسن باسكو صحي وكلش. المهم قطعت فيها حبيبه بصله صغيره. نتوما اذا كانت الكميه صغيره تاع لاصوص طوماط تقدر ديري نص حبه بصله، يعني البصله ماشي ضروري، مي راح تزكي لنا لاصوص طوماط نتاعنا، يعني راح تخليها لنا الله يبارك زاكيه، راح تجيك خاثره كما نقولوا. وزدت لها كميه تاع طماطم مصبره، طماطم العلب هذه كيما راكم تشوفوا غالياتي، قليتها مع البصل. شوف راني نحرك، راه كلش على النار، نبقى نحرك حتى تبدا تذبل لي شويه البصله نتاعي، ما راحش نخليها تذبل طول، تبدا برك تذبل. وزدت لها طوماطيش، انا يد لهنا درت 3 حبات كبار، يعني كبار الله يبارك، كميه لاباس بها. نتوما راح نديرو قد عدد افراد الاسره. ولو انه يعني كي يكون وقت الطوماطيش انا توجور نخدم لاصوص طوماط ونحطها في كونجيلاتور، نخدم بالبزاف، يعني ندير 2 كيلو 3 كيلو نخبيها في كونجيلاتور ونجبد مقدوري. المهم زدت لها شويه ملح، زدت لها شويه سكر كما راكم تشوفوا، شويه فلفل اسود، وراني رايحه نزيد لها شويه فلفل احمر حار، يعني زدت غير كميه قليله باسكو وليداتي صغار ما يحبوش الحرور.
نتوما بيان سور تقدروا تزيدوا الكميه اللي حبيتوها، كما تقدروا حتى تزيدوا شويه نتاع هريسه، يعني اللي تكون متوفره عندها الهريسه تقدري تزيديها هنايا في الاول، وتزيدي على الاخر تحطيها لهم الى حبوا يزيدوها فيها. المهم زدت شويه زعيتره وزدت شويه كزبر خضر، كما راكم تشوفوا كميه ثانيه لاباس بها، راح يعطيها نكهه روعه. انا كنت مضاريه ندير فيها الكركم بيتزا نتاعي، عندي لهنا وقت ملي نحيته ما نديرش فيها الكركم، ونظن هكذا خير باسكو تخرج لنا حمراء بالبزاف. وانتم اكيد رايحين تجربوا ودبر راسكم، يعني تقدروا تزيدوه كاضافه. انا هنا كنت نسيت الرند، نورمالمون نديرو في الاول حتى بدات تذبل الطماطيش نتاعي وباش زدته. المهم ما تنساوش نتوما تزيدوا شويه نتاع الرند، ومن بعد كيما تشوفوا هكذا بدات تذبل لي الطماطيش حتى ذبلت لي، زدت لها شويه نتاع الماء. وها هي لاصوص نتاعي كيفاش راهي تكتك ما شاء الله حتى ذبلت لي كامل هذيك البصل والطماطيش نتاعي، طفيت عنهم، طفيت عليها لاصوص تاعي وخليتها. من بعد ان شاء الله نرحيها، رحت جبت لاباط نتاعي اللي شوفوا كيفاش راهي خامره، الله يبارك. شتو قداش كان حجمها، ضاعفت حوالي 3 مرات الحجم نتاعها الاول يعني الاصلي. المهم دي غازيتها هكذا، خرجت لها الهواء اللي كان فيها وراح نقسمها. انا هذه الكميه درت لي زوج، واحده كبيره وواحده صغيره مش صغيره بزاف، مي انا بالذمه درتها صغيره شوي على جال وليداتي ما يحبوش كاين حوايج بزاف ما يحبوهمش، وهذه الكبيره شغل ليا وللزوج نتاعي. المهم راني هكذا عاودت خرجت لهم كما شفتوا الهواء، وراح نحطها لهنا في شويه نتاع فرينه ونخليها تزيد تروبوزي واحد 5 دقائق. بعد ما كيما نقولوا نخليهم في زوج يروبوزي وهكذا، ما راحش كيما قلت لكم غير شويه برك تاع الوقت، ما راحش ياخذوا معنا وقت بزاف. رحت رحيت لاصوص طوماطه نتاعي كيما راكم تشوفوا، ها هي كيفاش ولات ما شاء الله تسخف وراي ديجا مازالت حاميه. رحيت لاصوص طوماط نتاعي ونروح ان شاء الله نحضروا نكملوا كيما نقولوا الطريقه نتاع البيتزا نتاعي. اول حاجه دهنت لو بلون دو طرافاي نتاعي بالفرينه، قد ما ديروا الفرينه ما راحش تخافوا منها باسكو كيما قلت لكم نحتاجوها تكون لاباط نتاعنا يابسه. وهنايا كنت ديجا شعلت الفور، هنا ديجا راهو الفور تاعي يكون ساخن، يعني من الاحسن تشعلوه الافونس. هذا ثاني من بين اسرار تاع البيتزا كاري، يعني قد ما تشعلوا الفرن الافونس قد ما مليحه ان شاء الله. نحلوها بالحلال مش كيما البيتزا الاخرى نقدروا نحلوها غير بيدينا وتجي خفيفه وطريه، هذه لا نحلوها لازم عليك، يعني راح تستعملي الحلال حبيبتي. المهم حليتها رققتها كما راكم تشوفوا، ما راحش نرققها يعني مش كيما الماصه كيما نقولوا احنا، مي حليتها يعني مليحه. جبت انا هنا البلاطو نتاعي تاع الكوشه كيما راكم تشوفوا، ورحت مفرشاتو بالبابي كويسون، راح نطيبها على ورق الطهي. نتوما غالياتي ماشي لازم مش ضروري ديري ورق الطهي، تقدري حبيبتي ديري شويه زيت وشويه فرينه برك، يعني ديري رشه دهنيه بالزيت البلاطو نتاعك وديري رشه فرينه وربي ورحمته. هذا ما كان يعني ما راحش تطلب معنا حاجه زعما بزاف. واللي تكون ما تحبش الفرينه ولا تقدري ديري زيتونه ثاني تصلح وتخرج لنا نتيجه ما شاء الله. المهم راني جبت الفرشيطه نتاعي ورحت خرجت كامل هذيك لاباط نتاعي. انا راح نطيبها مع بعضها، يعني راح ندير كلش، راح ندير لاصوص وراح نطيبها مع بعضها. ثاني مش كيما البيتزا الاخرى كاين بزاف اللي يستعملوا الطريقه نتاع انك دخليها للفور طيب لك من التحت ولا طيب لك نص طياب وتخرجيها وديري لاصوص تاعك. هذه لا البيتزا كاري راح يكون كلش مع بعضه، وقيل هذا هو السر تاع البنه نتاعها باسكو راح تشرب لنا ديك لاصوص طوماط وراح تجينا يعني ما شاء الله تحسي فيها صح البنه تاع زمان جوغ ديريها وما ما راحش تكون مكلفه. الا هنا التزيين، رحنا مباشره للتزيين. التزيين راهو اختياري بيان سور، انتي واش حبيتي تزينيها. انا يا فضلت اني نديرها شوي فلفل حلو شوي فلفل حار زيتونات، يعني واش كان متوفر عندك في الدار. الحاجه المليحه فيها انها ماهيش مكلفه، ثاني ما راحش تطلب معنا لا الدجاج لا اللحم، تقدروا ديروا فيها شويه طون ولا بولي ولا مانيش عارفه دبر روسكم باسكو ليكم شغل ليك للدار واش حبيتي. انا حاولت يعني شويه حاولت اني نحافظ على الوصفه الاصليه تاع البيتزا كاري، ما حبيتش ندير فيها. من نتوما غالياتي بيان سور تقدروا ديروا واش حبيتوا، هي نورمالمون زيتون الاخضر وما يجيها غير زيتون الكحل. انا كما قلت لكم حاولت اني نديرها مي مش 100%،
باسكو كاين حوايج شغل ما نقدرش نستغنى عنهم كيما الفرماج في البيتزا، الله غالب. هي نورمالمون حبوباتي ما يجيش فيها الفرماج باش نكونوا في الصورة، يجي فيها البيض برك. أنا لهنا درت لها رشة خفيفة نتاع فرماج راني ما كثرتش، وهذه هي يعني هذا هو الشكل النهائي اللي كانت عليه البيتزا نتاعي. دخلتها الفور، هي هنايا بعد ما خرجتها شوفوا كيفاش راهي تشهي وحامية. هنا حبيت نصور لكم برك باش تشوفوا كيفاش راهي مازالت سخونة هكذاك وتسخف. رحت جبت البيض ودرته من الفوق، هي ديما توجور نديرو لها البيض من الفوق، ورحت زينتها ثاني بشوية دبشة اللي كنت مقطعتها رقيق. هذه هي وقطعتها وقدمتها، كانت البيتزا نتاعي جاهزة. هذا هو الشكل النهائي للبيتزا نتاعنا. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، جربوها غالياتي واكيد راح تحبوها. صدقوني وصفة ناجحة ان شاء الله 100%. وشوفوا كيفاه راه الشكل نتاعها راهو يهدر وحده. أنا فضّلت كيما قُلت لكم ما حبيت ندير لها لا طون لا بولي لا حتى حاجة، حاولت إني نحافظ شوية على التقليد نتاعها. نتمنى تكون نالت إعجابكم، تهلاو في رواحكم حبوباتي، خلّوا لي جيم على لا فيديو نحبكم كامل، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو واحد آخر. إيش راح نقول لكم، سلام، نحبكم كامل وتهلاو في رواحكم، إلى اللقاء.